أهلا بكم من جديد. المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تدشينه أمس يشكل قطبا طبيا من الجيل الجديد أنجز وفق أرقى المعايير الدولية في مجال الصحة. منشأة صحية من الجيل الجديد تجسد التعليمات السامية لجلالة الملك بجعل الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية إحدى الركائز الأساسية لتعزيز قيم المواطنة الكريمة وتحقيق تنمية بشرية شاملة مستدامة ومندمجة. سميرة أسبان ونور اللباني. وفق شكل هندسي مستدام يجمع بين عراقة المعمار وطراز البناء العصري، شيد المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة قطب طبي يجسد الرؤية الملكية الطموحة لتطوير البنيات التحتية الاستشفائية وتحسين جودة الرعاية الصحية. أحدث الآليات التكنولوجية في المجال جهزت بها هذه البنية الاستشفائية التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 797 سريراً. مشروع يساير التطور العلمي والتكنولوجي المسجل في مجال العلاجات والوقاية والحكامة الصحية تماشياً مع المعايير الدولية. يحتوي المستشفى الجامعي بطنجة محمد السادس تقريباً على حوالي 800 سرير، ويحتوي على أجهزة حديثة بتكنولوجيا متطورة من الجيل الجديد لتمكين المريض من الحصول على علاجات وفق معايير دولية وتوفير ظروف أكاديمية للتكوين والبحث العلمي في جهة طنجة تطوان الحسين. لي زاركتيكت عملوا على أن الاستفادة من الإنارة الطبيعية، اعتمدوا تقليل استهلاك الطاقة بإنتاجها محليا عن طريق اللوحات الشمسية اللي كنتوفر على ما يزيد على 365 لوحة، تقليص من استهلاك الطاقة باعتماد الإنارة بالمحسسات الحركية. تخصصات طبية مختلفة متاحة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، هذا إلى جانب جناح مركزي للعمليات الجراحية مجهز بنظام معلوماتي محكم، وفي خطوة لترشيد التكفل بالمرضى وجودة العلاجات تتوفر هذه البنية الاستشفائية على منظومة معلوماتية مندمجة خاصة بتدبير الملف الطبي الواحد، تقنيات تضمن تسريع التكفل الطبي وتحسين النجاعة. إلى جانب العلاجات يؤمن هذا المركز الاستشفائي النموذجي التكوين والبحث العلمي بتقنيات مبتكرة، يوفر التدريس الاستشفائي الطبي والصيدلي، كما يضمن التكوين التطبيقي للممرضين وتقنيي الصحة. هذه التقنيات غادي تمكن الطلبه بجميع الاصناف ديالهم من التكوين الطبي والشبه طبي عن طريق المحاكاه، كيتعلموا جميع المسائل ديال التكوين ديالهم بجميع الاختصاصات عن طريق طريقه تقنيه المحاكاه بدي مانكان، فاش الوقيته اللي كيمشيو يمارسوا التكوين ديالهم في المرضى الحقيقيين كيكونوا مستعدين تقنيا ونفسيا من اجل تقديم علاجات احسن وتكوين احسن. كنشرفوا بهذا المستشفى بمدينه طنجه اللي غادي ينتفع منه كل مدينه طنجه والجهات ديالها. حنا فرحانين بزاف لانه غيدير لنا بزاف ديال الفرص في لا كارير ديالنا، لا في الفورماسيون ديالنا. حنا مورا جلاله الملك في اي حاجه دارها وفي اي حاجه حنا معاه، والحمد لله هذا المركز كيوفر لنا احدث الاجهزه واحدث التقنيات واحدث الطاقه العامله. المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة هو السادس من نوعه على مستوى المملكة، فيما توجد مستشفيات جامعية أخرى في طور الإنجاز بمدن كالعيون وأكادير. مشاريع تتقاطع اليوم مع جوهر الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مشروع إصلاحي يراهن عليه لتأمين الحق في الصحة لكل المواطنين وفي أجود الظروف. هذا المشروع الذي تجسد في اعتماد القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية يرمي إلى إحداث وتأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية بمختلف جهات المملكة، فضلاً عن إحداث المجموعات الصحية الترابية في خطوة لتكريس العدالة المجالية. في إطار
هذه المجموعات الصحيه الترابيه اللي كتحدث غادي يكون واحد القاطره لاقلاع القطاع الصحه في الجهه ويخلق واحد التنافسيه مع الجهات الاخرى. هذه الفلسفه الجديده اللي كنعرفوها واللي عظيم صاحب الجلاله عطاها الانطلاقه ديال المصادقه عليها في اطار القانون الاطار 0622 اللي كيتعلق بالاصلاح ديال المنظومه الصحيه. رؤية ملكية متبصرة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وجعل تطوير المجال الصحي في قلب أولويات المشروع التنموي للمملكة. وللمزيد من المعطيات والإيضاحات حول القيمة المضافة لهذه المعلمة الاستشفائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة معنا مباشرة من مدينة طنجة البروفيسور مولاي سعيد عفيف رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة. أهلا بك بروفيسور. إذن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة هو قطب طبي من الجيل الجديد بمعايير دولية. كيفاش بروفيسور كيجسد ثمرة الإشراف الفعلي لجلالة الملك واهتمام جلالته الشخصي بقطاع الصحة والحرص أيضا على تفعيل التوجيهات الملكية السامية لتوفير بنيات استشفائية عصرية وفقا لأرقى المعايير الدولية لفائدة المواطنين؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. مرحبا. خصنا نعرفوا بأنه بفضل التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله وأيده فتمكنت بلادنا أنها كانت عندنا واحد الجائحة اللي وقفنا بفضل التوجيهات الساميه وبفضل التدخل الشخصي ديال صاحب الجلاله اننا نكونوا من السباقين اللي كان عندنا اللقاح. وكذلك كما جاء في التقديم ديالكم وشار ليه السيد وزير الصحه كاين هناك قانون هيكله قطاع الصحه 0622. اذا هذا الاهم. وكذلك كان عندنا واحد الحلم اللي هو تغطية صحية شاملة واللي فضل صاحب الجلالة نصره الله ولات حقيقة عندنا. ما نساوش أنه بلادنا ما عندهاش الموارد اللي عند الدول الأخرى، وأننا مثلا إلى هضرنا مثلا على الولايات المتحدة فكاين 50 مليون نسمة اللي ما عندهمش تغطية صحية. إذن فاحنا كاينة دابا التغطية الصحية بدات كانت عندنا 14 مليون، دابا غتزاد 22 مليون مستفيد. تم ادماج المرضى اللي كان عندهم الرميد دابا في علاش؟ باش اي مواطن واي مواطنه مغربي تيحس براسو بانه عنده بفضل التوجيهات ديال صاحب الجلاله وفضل التدخل الشخصي ديالو انه تيحس براسو بانه عنده نفس الحقوق. اذا هذه الهيكله وهاد المستفيدين فهما خاصهم منشآت صحيه، وهذه المنشاه اللي دشنا صاحب الجلاله اللي هي المستشفى الجامعي ديال طنجه فغادي تعزز المرافق الاستشفائيه خصوصا بانها واحد اللي فيها عده تخصصات وعده اقطاب. هذا غادي يجعل بانه الساكنه ديال الجهه ديال طنجه ما تحتاجش تبقى تمشي حتى الوجده، المستشفى الجامعي ديال الوجده ولا الرباط. اذا هذيك العداله المجاليه اللي جات في التقديم ديالكم واللي بغى صاحب الجلاله فها هي تتسجد على ارض الواقع. بروفيسور عفيف، اكيد ان هذا مجمع استشفائي جامعي فيه بطبيعه الحال العديد من الاقطاب والمنصات الطبيه والتقنيه ومزود باخر التكنولوجيات المتطوره في الرعايه الطبيه والصحيه. انتم كفاعل وكممارس في القطاع الصحي بغيت نسولك من خلال التجربه ديالكم شنو اللي غادي يقدم هذا المركز الاستشفائي اللي هو بهذه المعايير وبهذه الامكانيات اللي كتوفر عليها، شنو غادي يقدم للمواطنين؟ خصنا نعرفوا كما كاينين مثلا مراكز من الدرجه الثالثه لا في الرباط لا في فاس لا في الدار البيضاء لا في اكادير، فهناك هذا المركز اللي تيجي يعزز هذه الوحدات الاستشفائيه من الدرجه الثالثه واللي تيعزز كذلك الاستشفاء في القطاع العام. لحقاش تعرفوا الا بغينا ننهضوا بهذه المنظومه الصحيه فالواحد ما يمكنش يوقف على رجل واحده، جوج رجلين، وهي القطاع العام والقطاع الخاص وبالشراكه بيناتهم. ونعرفوا ايضا بانه في الظل الجهويه المتقدمه وحنا هذا الشيء فيه دابا اللي تينادي بها صاحب الجلاله فانه يكون عندنا مستشفى جامعي في كل جهه. لحقاش تنعرفوا بانه
في الموسم الدراسي 2023 2024 الكليات ديال الطب بجهه بني ملال، جهه قلميم، جهه الرصيديه. وفاش تنقولوا احداث كليات ديال الطب تنقولوا احداث مستشفيات جامعيه. نعم. وحنا تتعرفوا بانه كاين ديال اكادير في طور الانجاز وديال العيون. اذا خصنا كمغاربه نكونوا فخورين ببلادنا المملكه المغربيه. هذا المسار اللي غادي فيه تحت القياده الرشيده ديال صاحب شكرا جزيلا لك. نعم، شكرا جزيلا لك بروفيسور مولاي سعيد عفيف، رئيس الفدراليه الوطنيه للصحه، على كل هذه التوضيحات. كنت معنا مباشره من مدينه طنجة. عرفت جامعة غزنايا الواقعة عند مدخل مدينة طنجة تطورا ملحوظا خلال السنتين الأخيرتين بفضل تنزيل برنامج تنمية وتأهيل الجامعة. برنامج تم إنجازه من قبل وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بشراكة مع جامعة غزنايا وعملة طنجة أصيلة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وقد استهدف 11 قطاعا حيويا. التفاصيل في ريبورتاج أنيسة بومهدي، عبد الحميد جبران، سعيد ناجح ويوسف الشركي. مدينة طنجة عروس شمال المملكة تغيرت كثيرا ملامحها خلال السنوات الأخيرة بمشاريع وبنيات تحتية جعلت منها واحدة من أجمل وأحدث حواضر المغرب بل وإفريقيا ككل. تطور امتد لسائر جماعة طنجة بما فيها جماعة غزنايا التي ظلت لسنوات طويلة تفتقر لكثير من الخدمات والبنيات الأساسية. هذا العام تزادوا لنا بزاف ديال مشاريع كبرى اللي رجعت بالفضل الساكنه ديال غزنايا. عملوا لنا المدارس، الالعاب ومنتزهات وبزاف ديال الحاجات، وهنيتي شحال هذه ما كانش هذا الشيء زوين ورجع دابا زوين. عينا بالملموس في الآونة الأخيرة إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية الترابية الضخمة والمهيكلة، والتي في الحقيقة غيرت جذريا الصورة ديال مدخل مدينة طنجة. بعد أشهر من الأشغال المتواصلة اكتست الجماعة حلة جديدة بشبكة طرقية عصرية تعززها ممرات تحت أرضية لتيسير حركة المرور، كما تزينت الجماعة بمساحات خضراء وفضاءات للتنزه والترفيه. هذه المشاريع تهم محور البنيات التحتية من خلال الممر تحت أرضي الذي ساهم بشكل كبير في ضمان سيابية المرور ساكنات غزنايا وزوار مدينة طنجة، وكذا تقوية وتوسيع شبكة الماء والكهرباء وتطهير السائل، وكذا المساحات الخضراء التي باتت تميز جماعة غزنايا. جماعة غزنايا تعززت أيضا بسوقين نموذجين لتنظيم الأنشطة التجارية إلى جانب دور للشباب والثقافة ومراكز اجتماعية لفائدة النساء، مشاريع الهدف منها تطوير بنيات الجماعة وتحسين ظروف عيش ساكنتها. يتم تنزيل هذا البرنامج من طرف وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بشراكة مع جماعة غزنايا ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وعمالة طنجة أصيلة بغلاف مالي يناهز 1,90,000,000 ديال الدرهم. وفي هذا الصدد فقد تم إنجاز 33.6 كيلومتر من الطرق المعبدة و236 متر مربع من المسالك بالخرسانة، كما تم تعزيز الطريق الوطنية رقم 1 بممر تحت أرضي على مستوى مقطع جماعة غزنايا. جماعة غزنايا بفضل هذه المشاريع أضحت نموذجا لما تشهده عاصمة البوغاز من تحولات اجتماعية اقتصادية وثقافية تجعلها حاضرة واعدة للمستقبل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله رسالة